السلام عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده معانا فيديو جميل قوي. معانا الترمس طبعا. العيد قرب وكلنا في العيد لازم يكون عندنا ترمس، ونحط عليه شطه بقى وشويه كمون وشويه ليمون. على فكره الترمس مغذي جدا وحلو قوي وليه فوائد عظيمه. اول حاجه هنجيب الترمس، نجيب الكميه اللي احنا عايزينها، نص كيلو كيلو زي ما انتم عايزين. ده الترمس السريع، بنجيبه وننقعه ساعتين في ميه كده تكون حلوه، وبعد كده نحطه على النار يبدأ ان هو يغلي. واثناء الغليان بنشيل الريم اللي بيكون فوق اللي انا بشيله ده، ما بنسيبش خالص في ريم. شايفين شكله كده هو بيغلي ولون الميه؟ يعني الترمس ده على فكرة جميل مغذي، احسن من الشيبسي واحسن من حاجات الاطفال بتاكلها اللي هي غير صحية. بصوا جميل. في ترمس بقى مر، ده بيقعد معانا يمكن اسبوع، نقعد نغير عليه الميه لغايه لما المرة اللي فيه تخلص خالص. ده الترمس. يعني بعد ما يتسلق بنحط عليه بقى البهارات، شويه فلفل حراقين كده، السبايسي اللي هو الناعم الخفيف ده، مع شويه كمون، مع شويه ملح، مع عصره ليمونه كده، وليمونه كده بتكون شرايح جميله قوي. بس قبل المرحلة دي في مرحلة تانية دلوقتي هتيجي في الفيديو، هتشوفوها معايا دلوقتي. ركزوا في الفيديو. دي كده لقطة كده جت كده في النص ومعرفتش اشيلها، وبيتقلب كده وبتسيبه شوية لغاية لما يتملح، وبعدين ممكن تحطه في التلاجة يسقع برضو كده يبقى جميل وحلو قوي. اللي عايز يحطه من غير فلفل اللي هو السبايس ده، يبقى برضو كل واحد حر. نحط عليه الليمون الجميل كده. بصوا بقى، قبل المرحلة دي الترمس بعد ما بيتسلق بنعمل فيه ايه؟ لازم ان احنا نصفيه من المية، نشيل المية اللي هو اتغلى فيها، ونحط نشطفه بشوية مية ساقعين زي ما انا بعمل دلوقتي كده. كده بعد الغليان بنصفيه من المية اللي هي السخنة اللي اتغلى فيها، ونبدأ ان احنا بقى نغسله غسلة حلوة قوي مكان المية دي علشان حتى يبرد كده ويتغسل كويس. وطبعا البقوليات والحاجات دي بتبقى موجودة، يعني ممكن تكون موجودة في اماكن كده متطربة، اماكن كده يعني انتم عارفين طبعا. فالافضل ان احنا يتغسل كويس قوي قبل النقع ويتسلق، وبعد ما بيتسلق ان احنا برضو نغسله برضو كويس جدا علشان يكون حاجة كده تكون صحية ونقدر ان احنا ناكلها واحنا مطمنين. بصوا الترمس شكله، عايزة اقول لكم يعني، وكمان ريحته والتوابل اللي احنا بنحطها عليه كده. الترمس بعد ما اتغسل بنغسله كمان بالمية مرة واتنين وتلاتة، مية تكون من الحنفية، وبننقعه برضو كده بعد ما بيسلق شوية كده في مية زي ما حضراتكم شايفين. بصوا شكله عامل ازاي. بصراحة بحبه جدا والأولاد بيحبوه، بيكون تسالي جميلة أحسن من الشيبسي والحاجات اللي الأولاد بيشتروها. أول ما بننقعه كده شوية تمام، أو إحنا لما بيتسلق بنحطه في مية في حلة بقى أو في طبق يكون كبير في نفس الشكل كده تمام. ولما نحب بقى ناخد منه، ناخد الشوية اللي احنا هناخدهم ونحط عليه الملح والشطة والكمون زي ما حضراتكم شفتوا من شوية، وهتشوفوا بعد كده. بصوا على فكرة ممكن برضو تجيبوا الحمص وتسلقوه مع بعض، هيبقى عندكم ترمس وحمص الاتنين بصراحة جنان. بس انا بصراحة بفضل الترمس بس لوحدي. بصوا ممكن بقى كمان وهو اثناء ما هو في الميه ناخد برضو لشويه ميه كده يكونوا حلوين كده، ونحط عليهم برضو التوابل بتاعتنا، ملح وكمون وشويه شطه مع الليمون بتاعنا، ونقلبهم ونسيبهم زي ما حضراتكم شايفين كده في الميه تمام. واثناء الاكل تاخدي بقى تصفي من الميه، او عادي ممكن تاكلي كده وهو في الميه عادي، مفيش اي مشكله. بصوا شكله حلو قوي ازاي. وفي ناس تحب تاكله بدون اي توابل، ملح بس، دي برضو حرية شخصية. انا بس بدي لحضرتكم افكار، وبحبكم جدا. مع السلامة.